مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل الكيكة الإسفنجية. تعالوا نشوف المقادير. 10 بيضات دول متوسطين، 2.5 كوب دقيق ده دقيق خاص بالكيك والبسكوتات اللي هو اسمه كيك اند باستري فلاور، ده اللي متوفر عندنا. 1.3 سكر بودرة. بالنسبة للكيكة الإسفنجية لازم سكر بودرة يبقى أسرع. معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة فانيليا. تعالوا نشوف ازاي هنبتدي. قبل ما ابتدي اعمل اي حاجة، في حاجات مهمة لازم اخد بالي منها في عمل الكيكة الاسفنجية. المقادير تكون مظبوطة، بستخدم المعايير الكوبايات او الوزن. في نفس الوقت البيض لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة، فاطلع البيض بدري شوية عشان ياخد درجة حرارة الغرفة. اجهز الصينيه اللي انا هستخدمها. دي مقاس 28 بالنسبه لكميه الدقيق اللي انا هستخدمها. يا اما ادهنها بالسمنه وارش عليها دقيق، يا اما ابطنها زي ما هوريكم دلوقتي. في نفس الوقت اولع الفرن قبل ما ابتدي اخلط المقادير على طول، وكمان انخل الدقيق. الحاجات دي كلها مهمه جدا قبل ما ابتدي. هوريكم ازاي ابطن النوع ده من الصواني بورق الزبده. طريقه بسيطه جدا. بجيب قطعة ورق زبدة بالمقاس ده بحيث انها تكون اكبر شوية من مقاس الصينية، وبعدين ارسم حواليها، وفي نفس الوقت دايرة برضو من جوه بالطريقة دي، وابتدي اقص في حوالين الدايرة دي اكتر من الدايرة دي شوية، نص سنتي. برضو اقص الدايرة اللي جوه. بعد كده قبل ما اعمل اي حاجة احاول اعمل خطوط كده اهو، اقص بالشكل ده عشان اعرف ادخلها في الصينية بالطريقة دي. بعد كده اجيب زبدة صناعي او سمنة صناعي وادهن بيها الورقة. ابتدي من جوه كده لبره عشان ما تتقطعش مني. كده انا عملتها كلها. بعد كده اجيب الصينيه واعمل نفس الحكايه في الصينيه كلها، بس خفيفه قوي مش كتير، وكلها الجناب والقعر. بعد كده الناحيه اللي فيها الزبده اخليها على الصينيه واحطها في قعر الصينيه. هي تدخل معايا على طول لان انا مقطعاها من هنا. وابتدي بايدي كده على قد ما اقدر الزقها. هي هتتلزق بسرعه عشان خاطر فيها زبده بالشكل ده. وارجع ادهنها تاني، ادهن بس الورق بالطريقه دي. بعد كده اجيب حتت طويله وادهنها برضو عشان هحطها في الجناب. وبعد كده ابتدي ابطن الجناب، طبعا الناحيه اللي فيها الزبده على الصينيه، وفي نفس الوقت منزلش تحت كتير، يا دوبك المس قعر الصينيه، والزياده انا ممكن اشيلها. ابتدي اقص زيادة. طبعا لو قست بالمسطرة يطلع مظبوط من اول مرة. بعد كده ادهن تاني حوالين. هو وانا بدهن هتلزق اكتر كمان. هي كده الصينية جهزت، ما خدتش مني وقت. في نفس الوقت بعد ما تطلع من الفرن هتبقى سهلة قوي انها تطلع على طول. بعد كده اجهز الدقيق. هحط عليه البيكنج باودر والفانيليا وانخلهم. خطوة النخل دي مهمة جدا، لازم ادخل الهواء في الدقيق من جوه واسيبه ما اعملش فيه حاجة، ما اقلبهوش تاني. بعد كده احط البيض كله. دلوقتي اولع الفرن على 350 فahrenheit، يعني تقريبا 180 درجة مئوية. هضرب البيض دلوقتي، وانا بضربه هبتدي اضيف السكر واحدة واحدة. وانا بضرب البيض هتاني اضرب لحد ما يفور قدامي. اول ما البيض يفور على طول ويعلى اوقف الضرب على طول، لان لو تنيتني اضرب ممكن يهبط تاني.
طبعا استخدم سرعة عالية. هو كده زي ما احنا شايفين فار خالص. هبتدي دلوقتي اهدي السرعة خالص واضيف الدقيق بشويش. طبعا احاول على قد ما اقدر اخلص بسرعة. في وقت اضافة الدقيق ممكن اعمل بايدي واستخدم معلقة خشب، بس في نفس الوقت اقلب في اتجاه واحد. هي كده تقريبا خلاص زي ما احنا شايفين، لسه فيها فوران. لو ما فيهاش فوران مش هتنجح. وعلى طول دلوقتي احطها في الصينية. احطها دلوقتي على طول في الفرن، ما استناش عليها. وفي نفس الوقت وانا بقفل باب الفرن ما اقفلش بسرعه عشان ما ادخلش هواء ساقع. واحطها على الشلف اللي في النص. انا عندي خمس ارفف، بحطها في تاني واحد من تحت. وما افتحش عليها الفرن خالص، على الاقل في اول 40 دقيقه. هي ممكن تقعد من 45 لساعه. اول ما الاقي الوش احمر ابتدي افتح واشوف استوت ولا لا. الكيكه كده استوت، خدت تقريبا ساعه كامله في الفرن. بعد نص ساعة ابتديت الاقي الوش احمر، بس المفروض انها ما استوتش لانها بتاخد وقت اطول من كده. فوطيت الفرن، خليت درجة حرارة 320 بس، يعني تقريبا 170 درجة مئوية، وسبتها لحد ما كملت الساعة. وما فتحتش عليها طول وقت الخبز. انا سبتها لحد ما بردت. هقلبها دلوقتي. زي ما احنا شايفين طريقة التبطين دي سهلة انها تطلع على طول. هبتدي اقطعها عشان نشوفها من جوه شكلها ايه. طبعا نوع الكيكة دي ممكن احنا نزوقها، ودي شكلها من جوه، وطبعا طرية وحلوة. طريقتها بسيطة وسهلة. حاولوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.